السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ثم أختم وأبين لك قصة عجيبة وعظيمة، لأن كثير من الناس يظن عندما يأكل أن الناس كلهم يأكلون مثل ما يأكل، أو يشرب فيظن الناس كلهم يشربون كما يشرب. لا، ربما يكون جارك أو صديق لك أو قريب فقير لا يجد لقمة العيش يأكلها، وأنت في غنى، وترمى هذه النعم وهذه الفضلات ترمى في القمائم وفي المزابل، وجارك بحاجة إلى هذه اللقمة وإلى هذه اللقمتين. طالبة تحدثني بهذه القصة، قصة موجعة وقصة مؤلمة. تقول أن هناك طالبة من الطالبات في الكلية، كانت هذه الطالبة دائما تتأخر بعد الفسحة، بعد انصراف أو دخول الطالبات إلى القاعات تتأخر هذه الطالبة. وذات يوم من الأيام جاءت حملة تفتيش لهذه القاعة، وإذا بالمعلمة الأكاديمية تدخل القاعة ومعها بعض المشرفات يفتشن الطالبات، ويصلن إلى الأولى ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، ثم وصلنا إلى طالبة من الطالبات، فرفضت هذه الطالبة أن تفتش هذه المديرة أو العميدة أن تفتش حقيبتها. رفضت، طلبت العميدة أن تفتش هذه، أن تترك الطالبة حقيبتها لتفتش، لكنها رفضت، أبت، أصرت، حاولوا أخذها لكنها رفضت. الكل شك في هذا الموقف، يا ترى ما الذي جعلها لا تعطي الحقيبة وتفتش هذه الحقيبة؟ ما الذي تخفيه في هذه الحقيبة؟ وإذا بها تخرج مع العميدة ومع بعض المشرفات والأكاديميات ويذهبن بها إلى مكتب العميدة، وتصرخ هذه الطالبة، وهذه الطالبة تقول لا أعطيكم هذه الحقيبة، ما الذي تخفين فيها؟ فرفضت، فأصروا عليها أن تفتح هذه الحقيبة. ويا الله، يا للمفاجأة، يفتحون هذه الحقيبة وإذا فيها بقايا الخبز وبقايا العيش وبقايا الصامولي الذي ترميه بعض الطالبات في الأرض. وإذا بهذه الطالبة تنفجر بالبكاء، فتقوم الأكاديمية أو العميدة تسألها ما الذي حملك على هذا؟ تقول، وإذا بها تقول بعد بكاء وبعد ألم وبعد معاناة، وإذا بها تقول والدي ليس لديه عمل، وأنا أذهب بهذه البقايا وبهذا الطعام أذهب به إلى إخواني ليتغدوا به. وإذا بالعميدة تنفجر بالبكاء، وإذا بالأكاديميات ينفجرن بالبكاء ويتأسفن لهذه الفتاة. فلما خافت الفتاة أن يصل الخبر إلى زميلاتها قطعت الدراسة. هذه حالة واحدة فقط من المجتمع الذي نعيش فيه، ستجد أكثر من هذه المعاناة وستجد أكثر من هذه المأساة. إذن ابحث، اجعل هذا الشهر شهر عطاء، ابذل، أنفق، فإن الله سينفق عليك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يدلنا على كل خير وأن يوفقنا للعمل